كده غندوز عاد نبغى هذوك السارج ما عنديش ديالها ياك صافي ندخل نديرها من ماك ما كنت مخلع بالتوقع انا ماشي مشكل، ما عنديش مشكل انا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة لاباس عليكم؟ صحيحة كلشي مزيان؟ معكم أخوكم جمال الدين شوبيكي وفيديو جديد من مدينة تيفت، وعند أحد الأبطال اللي برزوا في هذه السنوات الأخيرة. كما ديما أول حاجة ديروا واحد جابوني اللي ما عمره ما شاف هاد وما اشترك في هذه القناة يشترك معنا، يدير جيم، يكليكي على الجرس ويخلي واحد التعليق واحد الكومونتير باش يشجعنا، باش حتى حنا نزيدو نعطيو ونمشيو عند ابطال اخرين. هادشي اللي كاين. اول حاجه يعني كما قلت لكم كيستضفنا هذا النهار هذا فرير الحديوي اللي هو هذا اللي شاد الحمامه عنده هاد القشيشيبه هادي. السلام عليكم خويا حديوي. وعليكم السلام الاخ جمال. معك الاخ امين الحديوي، كنلعب في جمعيه السلام تيفلت. مرحبا بالاخ جمال على هذه الزياره هذه اللي دار عندنا اللوفت ديالنا، ومرحبا بالاخوان الاخ يوسف والاخ مصطفى والاخ عبد اللهوي، مرحبا بهم. وكنبغي نشكرك الاخ جمال على هاد الجهودات اللي كدير في سبيل الولاعه، وبخصوص في هذه المدينه هذه اللي تفتقد هذا الاعلان هذا. وكنبغي نشكرك مره اخرى الاخ جمال. الله يرحم الوالدين، وهذا واجب، وهذا كهاوي للحمام راه كتبغي الاصدقاء ديالك يبانوا وتكون عندهم واحد الفيديو تعريفي ليهم، واللي يضرب شي ضربه نفرحوا معاه ونتحدوا كاملين. هذا الشيء اللي كاين. اول حاجه بعدا نشوفوا الحضور الكريم، يعطيونا واحد الكلمه قصيره على فرير الحديوي. السلام عليكم خويا عبد الله. وعليكم السلام خويا. اليوم راه جينا نفرحوا بامين الحديوي بحكم بان راه كان مريح شي سنين ما كورتاش ياك تقريبا شي 6 سنين، وهذا العام تبارك الله عليه راه استطاع يبصم، راه عنده جوج برمينات اللي صعيب باش ديكلاري وطيحهم. وكنشكروك حتى نتايا، هذه مبادره زوينه وكنتمنى لي مسيره موفقه ان شاء الله من القدام. الله يسخر. شكرا. الله يرحم الوالدين. معنا البطل الكبير الحمر لوفت الغنيين عن التعريف في هذه السنوات بلاتي نعطيك واحد التقديمه صاحبي باش يعرفوا شنو الناس واقع. البطل الكبير في الطاويل وفي الماراثون اللي هذه السنه تبارك الله رفع رايه مدينه تيفت في طنطان الوطني، الحاصل على الرتبه 8 ياك اخويا؟ 8 وطني، يعني كازاوا كلشي مجموع ورتبه مشرفه جدا. وخلاص السنوات الاخيره راه لعب مزيان في الطاويل ممتاز، وهذا شرف للمدينه يكون واحد الابن ديالها البار اللي كيرفع الرايه. خويا الحمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا خاي جمال. شي كلمه في السي فرير الحديوي؟ فرير الحديوي اخويا بطل كبير وتعترف به شخصيا، علاش كيلعب بالبساطه وكيلعب بواحد الحمام اللي هو قليل وعنده نتائج تبارك الله جد مشرفه في الجمعيه ولا على الصعيد تكتل الوسط. وهو بطل في المسافه القصيره لهذه السنه، وكذلك انا كنعرفه من زمان، كان كيلعب حتى في المسافه الطويله، ونتمنى من الله ان شاء الله يرجع ينافسنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ماراثون في الطويل ان شاء الله ان شاء الله. شكرا على هذه الكلمه خويا حمر. السلام عليكم خويا. السلام عليكم خويا. كلشي مزيان؟ الله يحفظك.
شي كلمه قصيره في السي الحديوي. السي الحديوي حنا اليوم ضيف عنده هاد الانجازات اللي دار هاد العام هذا اللي ماشي بالسهل، اللي عرفنا حنا بالمعاناه اللي كنعانى مع المرض اللي كنصابو شي 3 ديال المرات، وقدر يوقف الحميمات ديالو ودار هاد الانجازات. راه تبارك الله عليه وراه في المستوى تبارك الله ان شاء الله، ويقدم لكم هاد الحميمات هادو في المستوى كبير ان شاء الله. هو يعرفنا بهاد الحمامه هادي ويقول لنا شنو فيها ان شاء الله. خويا الحديوي بعدا اول سؤال، نعم خويا. يعني ديما كنطرحوه كنبغيو نسول هذا السؤال، يعني كيف كانت البدايه ديالك ومتى؟ والبدايات منذ الصغر. الاولى كنا انا من نهار عقلت تقريبا في عمري 7 سنين 8 سنين كان الحمام وانا عاشق للحمام. وبالنسبه للعب كنت لعبت على ما اظن في 2011 2012 كنت لعبت مع جمعيه تيفلت، وكنت انا داك وصلت واقيلا على ما اظن لسباق قلمين. كنت شاركت في 3 الحمامات، وقيلا مشات لي وحده واقيلا في الطلقه الاولى على ما اظن ديال الفيتاس، ودوك 2 حمامات سيرت بهم السباقات. وحده كنت وقفتها في اكادير وحده كنت لعبت بها قلمين سنه 2011 2012. كان شي ديبلوم في 2011 ولا والو؟ هذيك الساعه كان الاطينطو التليفون ما كناش كنتسوقوا كاع. المهم الاهم هو الحمامات تجي وتشوفها، هذا الشيء اللي كان. ولكن دوك الحمامات تبارك الله هما اللي كانوا بصموا منهم. ذكر على ما اظن اكادير اللي كنت حبس في اكادير الاخ ديالو كانوا عنده على ازيد من 7 دبلومات، وراه جميع الاخوان كيعرفوه كان عنده ازيد من 7 دبلومات في المسافه الطويله والطويل الممتاز. وتبارك الله ذاك الذكر حقق العديد من الانجازات، واستطاع يعلن في بعض السباقات اللي كانوا من الصعب الاعلان فيهم. وهذا الشيء اللي كاين الاخ. وهذه السنين الاخرى التجأنا للسباقات السرعه والنصف الطويل. واخا اول دبلوم كان عندك في المسيره ديالك فوقاش اخويا حديوي؟ الدبلوم كان على ما اظن في 2014. اول دبلوم كان عندي في 2014 على ما اظن في محطه ايمين تانوس. تبارك الله 2014. ومن تما راه بدينا كنريكيبيري والحمد لله، وعام على عام وكتزيد تطور الولاعه الحمد لله. هذاك الشيء اللي كاين. وكنا توقفنا على ما اظن كنا لعبنا في 2022 كان واحد العام تبارك الله زوين، كنا لعبنا فيه مزيان. وكنا توقفنا من داك من 2021 واستطعنا نرجعوا هذه السنه هذه الحمد لله، وقصرنا مع الاخوان بواحد العدد اللي قليل الحمد لله، وجاب الله التيسير. ملي كنت كنسولك في المحادثات في الكواليس اخويا قلتي لي ان يعني حاولتي تقتني حمام التخصص ويكون ذو جوده عاليه. هذاك الشيء اللي كاين، حيت غتختصر الطريق، ماشي غادي تبقى تجيب حمام وتجرب، وهذا الشيء ما يعني غير تضييع ديال الوقت. اللهم قصدنا المواليه الحمد لله اللي كيلعبوا على صعيد العصاب والفيدراليات. وهذا الحمام الحمد لله راه ضارب في الفيدراليات، ماشي غادي نحتاج نهضر عليه، راه هو كيهضر على راسه الحمد لله. وبالنسبه لهذا الحمام هذا ماشي ضرب غير عندي انايا في مدينه تيفلت، وانما ضرب عند الاخ السلاك. هذه السلاله هذه راه استطاع يعلن بها الاخ السلاك. السلاك هو الاخ هذا اللي هو الاخ السلاك اللي ما كيعرفوش. شنو ضرب بها اخويا؟ على ما اظن كان المهم في السرعه ولا النصف الطاويل؟ في النصف الطاويل في الدوميفو. استطاع يعلن بهذه السلاله هذه اللي كنمشارك في الايد ديالي. وبالنسبه للاخ العبد اللهوي حتى هو علم بشي حاجه تبارك الله، راه حيا هذا العام هذا تبارك الله عليه بواحد الحمامه من هذه السلاله هذه ولله الحمد، وداخله فيها واحد 50% ديال الاخ الحيمر تبارك الله. وكنبغيو نشكروا السلاك حتى هو راه عنده يد في هذه السلاله اللي استطاع يعلن بها الاخ العبد اللهوي. والحمد لله هذا الحمام واستطاع حتى واحد الاخ على ما اظن كان قشانا منه واحد الفريخات حتى هو راه علم بهم على ما اظن واقيلا في الفيسات ولا في الدوميفو، كان ضرب بهم شي اسبيجو وكان ديكلارا بهم مزيان تبارك الله. واخا الشيء اللي كاين السي جمال الله يرحم الوالدين. واخا نبداو عندك قلنا ابرز الانجازات في هذا العام ديال 2025 هو المرتبه الاولى ايمين تانوت، المرتبه الاولى واحد المطلق اللي ديال 300 ولا 280 نسيتي الاسم ديالو، ما عقلتش بالضبط هذيك المحطه شنو هي. المهم المرتبه الاولى فيها المرتبه الاولى. باش نبداو بايمين تانوت ولا نبداو ما عندناش مشكل. يلا هذيك اللي في يدك نيت. بالنسبه لهذه الحمامه هذه هي اللي ديكلارات في الطلقه ديال واش 300 ولا 320. المهم المحطه اللي قبل ايمين تانوش المرتبه الاولى في جمعيه تيفلت. وتبارك الله طاحت في توقيت اللي زوين، استطاعت تهرب على الحمام تبارك الله. العين ديالها ها هي الحميمه. وللذكرى الاخ جمال الحميمه راه مازال صغيره تبارك الله، راه كانت كتبدل الرباقه معها انت رباقه لها شي ريشات طارديفه، واستطاعت تهرب على الحمام في ديك المحطه اللي ما نسيتش شنو المحطه بالذات. وبالنسبه لهاد الحمامه الاخ جمال عندها الرتبه الاولى وعندها الرتبه الثالثه، عندها في واحد المحطه الرتبه الثالثه. كانوا هربوا واحد 4 الحمامات تبارك الله في واحد المحطه اللي استطاعت تعلن فيها الرتبه الثالثه.
كانوا طاحوا روندا هي وديك الحمامه اللي كاين اللي شاد الاخ العبد اللهوي. يعني زياده على المرتبه الاولى طاحت الرتبه الثالثه في واحد المطلق اخر. وعندها واحد المطلق اخر كان غتكون مع طاحوا جوج حمامات ما بغاوش يهبطوا ليا الاخ جمال. كانت طاحت ليا هي واحد الذكر بقاو كيدوروا ما بغاوش يهبطوا. كانوا تكلاساو واش 15 واقيلا 16 المهم روندا كانوا طاحوا ما بغاتش تلاح الحمامه بقات كدور بقى شاده داك الذكر بقات كدور هي وياه. الا جينا نشوفوا تقولنا الجذور ديالها الاب والام. بالنسبه للدماء اللي في هاد الحمامه هذه الاخ جمال فيها من جهه الاب ديالها فيها البيتر 100% بيتر من جهه الاب ومن جهه الام داخل فيها ليو هيرمانس وفيها سميتو وفيها البورش. حتى البورش تبارك الله عطانا هذا الذكر هذا واحد الذكير تبارك الله حفيده ديالو هاد النتوه هذه تبارك الله استطاع علينا ماشي غير الاعلان هذا اللي عطينا اعلانات ولله الحمد. عطينا واحد الحميمه تبارك الله اللي في سنه 2022 ردت تبارك الله على ازيد من 11 ديبلوم في عام واحد شنبوره تبارك الله. وهذيك الحمامه اخت الحمامه الرتبه الاولى في المحطه ديال ايمينتانوس تبارك الله. هو يعني منين اقتنيتي هاد الابوين؟ بالنسبه هادو الاخ الوالدين الجدود ديالها هما اللي اقتنيتهم عند الاخ يونس ديال الدار البيضاء. وتبارك الله هاد الحميمات هادو راه استطاعوا يعلنوا مديكلارين حتى في الفيدراليه الدار البيضاء الكبرى ومديكلارين حتى عند الدراري في اكادير. عنده واحد الاخ في اكادير ما عقلتش على السميه ديالو راه كان كيلعب طونديم هو الاخ يونس تبارك الله راه حيح داك الدراري. وهذا الشيء اللي كاين الاخ جمال تبارك الله. يعني انجازات زوينه. تقدر تورينا الحمامه الثانيه اللي ديكلارات في ايمينتانوس المرتبه الاولى هي هذه السي جمال. بالنسبه للحمامه اللي استطعت نعلم بها في السباق ديال ايمينتانوس ها هي الاخ جمال راه كتوكل تبارك الله. جناح ها انت اخ جمال الحميمه راه مازال صغيره انت باش تعرف راه شوف بجوج صغار تبارك الله طارديف. هذا الحمام ما كيستطاعش يدوز عليه العام ولا هذا من عام الاول كيبصم ولله الحمد تبارك الله. وماشي غير كيديكلاري في الجمعيه وانما حتى في اتحادات ولا في العصاب ولا في الفيدراليه تبارك الله. تحدثنا عليها وعلى الجذور ديالها. بالنسبه لهاد الحمامه هذه الاب ديالها بولك بيست كيتل. الاب ديالها الام كنا خدينا اقتنينا جوج شنيبرات كنا دخلناهم لاباز ولكن استطعنا المهم الاخت الام الاب ديال هذه الاخت ديالو استطعنا نعلنوا بها في واحد السباق ديال 220 ومارت 240 ما عقلتش بالضبط في سنه 2021. المهم هاد الحميمات تبارك الله الاخ جمال كيلعبوا من عام وبالنسبه المهم الاب فيه البيست كيت البولك والام ديالها فيها البيتبول وداخل فيها دمومه قدام. بالنسبه للام ديالها راه ضاربه عندي بجناحها والام ديالها تبارك الله حتى هي ضاربه عندي بجناحها ضربه في سنه على ما اظن 2018 كانوا واحد السباق ديال الشاطئ ابيض على ما اظن كانوا طاحوا 5 حمامات في تيفلت. استطعت نعلن معاهم تبارك الله بديك الحميمه اللي الام ديالها اللي الجده ديال هذه وتا هي كديكلارات بها وشنبوره تبارك الله. استطعت تعلن في ذاك السباق اللي كان ماشي من الصعب يدخل الحمام في نهارو. وهذا الشيء اللي كاين الاخ جمال الله يرحم الوالدين. تقدر تعطينا الحمامه الاخرى اللي شاد العبد اللهوي؟ بالنسبه لهذه الحمامه هذه راه هي اخت هذه من طاجين ديريكت واش من طاجين راه شنيبرات كنت فرغت من الكوب لجوج شنيبرات تبارك الله. هذيك استطاعت تعلن في كما قلت لك في ايمينتانوس المحطه الاولى وهذه استطاعت تعلن في واحد السباق اللي قلت لك اللي كانت طاحت هي وديك الحمامه الاخرى كانوا طاحوا روندا تبارك الله تروازيام كاتريام على ما كنظن. طلعت هذيك التروازيام هذه تكلاسات كاتريام هذه حتى هي راه كتوكل الاخ جمال. جناح هذه اللي عطات اللون ديال الكيتل وديال البولك. هذا اللون هذا البولك كيمتاز بهذا اللون ديال طوبي ريشاش بويض ولله الحمد. وبالنسبه لهاد الحميمات ان شاء الله مازال يزيدوا يقصروا تبارك الله رغم صغر سنهم تبارك الله راه استطاعوا يبصموا هذا العام هذا. وبالنسبه لهاد السباق اللي كانت علنات فيه هاد الحمامه هذه الاخ جمال هي وهذيك الطوبيه اللي كانوا تلاحوا روندا كانوا قلت لك هربوا 4 الحمامات تبارك الله. الاخ اللي تكلاسا الرتبه الاولى الاخ مراد حجاج اللي كنباركوا ليه تبارك الله راه حتى ديك الحمامه راه 100% ديالنا تبارك الله استطاع يعلن بها والله يسخر ليه فيها الاخ مراد. هادشي اللي كاين اخويا جمال. وبالنسبه لهاد الحمامه هذه اللي كيشد الاخ السلاك هذا تبارك الله هو اصغر شنبور كنلعب حتى هو تبارك الله ذكير هذا العين عنده كيمتاز بواحد العينين تبارك الله ما شاء الله. جماح ها انت الاخ جمال
هانت الجنيح تبارك الله، الذكيره مازال صغير تبارك الله. شنو دار هذا العام اخويا؟ تذكر كنعلن في السباق الاول ديال السرعه على ما كنظن، كانوا تلاحوا جوج حمامات روندا، وقيله هذا دار السابع، واحد الانثى راه لداخل قارقه على البيض كانت دارت الثامنه. وهذا الذكر هذا النيت راه هو كينحدر من البيتر، هذا الذكر هذا. وتبارك الله هذيك السلاله ديال البيتر الا هو فرغ شي منه والا هو كتعلن تبارك الله، ما عمرها خيباتنا ولله الحمد، الا هو كنفرقوا منها تبارك الله وانه هو كديكلاري، ما كتحشمش تبارك الله ديك السلاله. هذا الشيء اللي كاين الاخ جمال. الله يحفظك لي الذكر السي عبد اللهوي، سي قلت انا الحديوي راه يعني لا باز ديالو راه ما عندوش هنايا داك الشيء علاش ما دايره في الدار الاخرى الاخ جمال. فعلا راه ضيق المساحه ما فعلا السطح كما قال ضيق المساحه راه كاينه في الدار الاخرى، يعني لا باز تما. داك الشيء علاش اضطررنا نوريوكم ونفرجوكم ونولعوكم في الحمام اللي ضارب الجناح ديالو. باش نجيب لك هذيك الحمامه الاخرى الاخ جمال اللي كانت شعلنات مع الذكر هذا. اييه وتبارك الله راه هادي راه حومه القطويين كتسمى في تيفلت. تبارك الله السطح عالي، راه هو الجامع المعروف جامعة القطويين، سطح عالي تا هو كيشجعك باش تولع على خاطرك. هيا وين تموكل تحت وسط المدينة. يعني الصراحة سطح مزيان للولعة. ايوا هاد العام الإخوان ديروا واحد جابوني وعلقوا شجعوا هاد الابطال ديال الجمعيات بجوج ديال تيفلت، لان غنخلي واحد الذكرى حسنه والتعريف وحلقه تعريفيه لكل بطل اللي في المستقبل يبقاو يشوفها ويفرح ويعجبو الحال، وتعريف المولع في الوطن ديالنا وفي العالم العربي. خويا هذه شنو فيها؟ بالنسبه لهاد الحمامه هذه تبارك الله حمام من 100 ل 300 تبارك الله. هذا الحمام هذا حيح في الفيدرالي الدار البيضاء الكبرى. بالنسبه لهاد الحمامه كان عطاها لينا الاخ والصديق اشرف تبارك الله، راه حيح هذا العام في جمعيه الحي الحسني، كنشكروا على هذه الهديه هذه تبارك الله اللي استطعنا نعلنوا بها في واحد السباقات. السباق الاول على ما كنظن اللي كنت تلاحظت هي الثامنه، الحمام ديال السرعه هذا من 100 ل 300 تبارك الله، حمام خطير هذا الحمام هذا. وبالنسبه لهذا الحمام هذا راه الاخ اشرف راه ديكلارا على ما كنظن بالام ديالها وبالخوت ديال هاد النشوه تبارك الله، راه ديكلارا وداو لي زاز كاع هاد العام هذا دي بروميير اسبيجون في الفيتاس في جمعيه الحي الحسني اللي كيعرفها، راه تبارك الله جمعيه كبيره وكيلعبوا فيها الابطال، راه كتبدا تبارك الله بازيد من 3000 حمامه. استطاعت السلاله ديال هاد الحمامه هادي ديكلاري، وحنا الحمد لله راه بينات عندنا رغم صغر سنها كما كتلاحظ الاخ جمال. انت الحمامه راه باقا صغيره بزاف. شنو الدبلوم اللي جدات هذا العام؟ هذه خدات في الدبلوم، خدات الدبلوم في الطلقه الاولى كلاسات ويتشيم، كانت تلاحظ هي وداك الشنبور داك الذكر كانوا تلاحوا بجوج روندا النيش، الكلاسه هو السابع وهي الثامنه. وتبارك الله هاد الحمام هذا راه الاخ اشرف راه قال لي بلا ما تحتاج داك الحمام تلعب به، وانما راه داك الحمام داوي على راسو تبارك الله. كيبان لي راه صيفط لي البيديغري ديالها، ولكن عندي في التليفون خصني نقلب عليه تبارك الله. حمام كيمتاز بالسرعه الفائقه في سباقات السرعه. كيبان لي حمام صغير وعطى النتائج، والعام الثاني كنظن يكون افضل. هذاك الشيء اللي كنقول حتى انا تبارك الله. وبالنسبه لهذا الحمام اللي وريتك الاخ جمال تبارك الله راه ديكلارا داك العام راه حيح تبارك الله من عام وراه يعني حتى ذاك العام سمح لي قاطع، حتى ذاك العام كانوا عندك انجازات اخويا الحديوي، كانوا ازيد من انجازات. راه دابا نوريك الدبلومات، نقدر نجيب لك الدبلومات دابا نوريهم لك الاخ جمال. اي شنو كانوا ذكرنا بابرز الانجازات؟ كانوا شي 3 دوزيامات ولا 4 تقريبا. هذوك البرومييرات كانوا، ولكن بحكم واحد الاخ جا قدامنا تبارك الله راه بطل كان كيحيدنا، وتبارك الله عليه راه الاخ زكريا كنظن زكريا تبارك الله عليه راه بطل في المستوى العالي، اللي تبارك الله كنتمناو ليه مسيره موفقه في سباقات الحمام الزاجي. هذا الشيء اللي كاين، يعني حتى هو راه كان فيديو اخر فيديو قبل هذا كنا عنده، وراه باقي كنمونطي الفيديو. الله يسخر ليه، كنتمناو ليه مسيره موفقه الاخ زكريا. امين. داك الشيء اللي كاين اخويا الحديوي، هذه هي المنافسه. الحمام الزاجي علاش كنربيوه؟ باش كنعمروا به الوقت الثالث ديالنا ونتنافسوا واحد المنافسه شريفه. بالنسبه للاخ جمال ديك الحمامه اللي كنت وريتك ديك الطوبيه اللي كانت نعلن بها في سباق يمين شانوش تبارك الله، ديك الحمامه هربات على الحمام تقريبا بشي 17 دقيقه ولا 20 دقيقه تبارك الله باش هربات على الحمام. كتهضر على هذا العام؟ على هذا العام هذا نهضر حنا غير في هذا العام هذا. 16 تهرب على الحمام بواحد ثلث ساعه تقريبا فعلا، وديكلارات على الراس في التكتل الوسط
على ازيد من 4500 حمامه. ديك الحمامه تبارك ماشي الله سهله اخويا. تبارك الله. وبالنسبه حتى لا فيتاس ديال ديك الحمامه باش طاحت تقريبا في ذاك السباق بالذات كانت احسن فيتاس باش طاحت في ديك الحمامه. في دوك السباقات اللي كانوا في المغرب كامل تلعبوا كانت لا فيتاس طايحه بزاف. كان واحد السباق اللي هو صعب واستطاعت ديك الحمامه تبارك الله تعلن. كانت اعلى سرعه تبارك الله ديال ديك الحمامه مقارنه مع فيدراليه الدار البيضاء تبارك الله. كانت ديك لا فيتاس خاصه تبارك الله. وشكروني عليها الدراري ديال الدار البيضاء، قالوا لي تبارك الله على ديك الحمامه اللي استطاعت دير ديك رغم صغر سنيه تبارك الله. وداك الحمام تبارك الله كيلعب من صغرو داك الحمام. ماشي هادشي اللي كاين اخويا جمال. هاد السؤال وهاد السرعه وهاد البريمير على 4000 حمامه وفي جو قاصح كيحلني لواحد السؤال اللي هو شنو هو التحفيز اللي كنتي درتي لهاد الحمامه؟ بالنسبه لديك الحمامه والله ما تضحك اخويا، قلنا الواقع ما تخبعش علينا. الحمامه صغيره ما عندهاش شي تحفيز زعما اللي يعني كنتي كتلعب فوفاج. كنلعب انا كنت غير وقافات. انا راه السجنه كانت عندي الاخ جمال راه صغيره، راه يلاه زدت فيها كما كتشوف دابا هاد السجنه اللي ورايا راه يلاه كبرت هاد العام هذا. راه كانت عندي السجنه صغيره وعانيت من المرض لواحد الدرجه اللي كنت صافي غادي نحبس ما غاديش نلعب هاد العام هذا كاع. وجيت في هاد البلاصه كاين شويه ديال البرد بان ليا. ماشي البرد الشنابر فاش كنصيب صعوبه في هاد الحي التثبيت ديالو لانك معروف هاد الحي بعدد كبير الموالع هائل ديال الموالع. فاش كنبغي نرصي الشناور كنصيب صعوبات بزاف رغم مع العمل وهذا ما كتستطيعش باش تثبتهم وتعطيهم وقت كبير باش تثبتهم. كيكبروا الشناور كتلقاهم كيمشيو والحمد لله بقاو لينا تقريبا شي 13 الحمامه الحمد لله لعبنا بها وجاب الله التيسير. ونرجعوا للسؤال ما جاوبتينيش، قلتي لي على الوقافات كيفاش زعما الوقافه؟ الاخ جمال انا حمام ديال الفيتاس دومي كنلعبوا على الوقافه ما كاين لا تحفيز لا والو. يعني ما شفت الدكار ما غترجع تشوفوا؟ لا والو ما كاينش الاخ جمال. وهادشي غير بلا درتي تحفيز وما كون درتي تحفيزكم ما عرفت شنو. كانوا عندي انا تقريبا غشي الاخ جمال كانوا عندي شي 4 النتوات اللي كانوا عندي في السجنه. قلت ليه غير 4 النتوات في السجنه هادشي اللي كاين. وبالنسبه للذكوره الاخرين راه عندي ذكوره تبارك الله اخرين راه هما عنده واحد الذكر اخر تا هو تبارك الله راه لعب هذا العام هذا راه لقيتهم مع ديك النتوه ان شاء الله اللي ضربت البروميير ونتمنوا فيهم مسيره موفقه ان شاء الله العام الجاي فيهم خير ان شاء الله تبارك الله. كما كتشوفوا الاخوان كل مولوع وكنسولوا اسئله، بعض المرات نفس الاسئله، بعض المرات اسئله يعني مختلفه من مولوع الى اخر. ها انتم كتشوفوا دابا هذه واحد الحاله يعني كنت سمعتها كاينين حالات ولكن خاصه بحال دابا تبارك الله ما كيحفزش وضربات البروميير في 370 كيلومتر تقريبا على 4000 حمامه وفي التكتل كبير بدون تحفيز يعني كما جاء على اللسان ديال الفريق الحديوي راه ماشي مستاهل. اختها راه عندها اختها من الام راه عندها دوزيام عندها شي دوزيام عندها دوزيام اسبيجون اللي قلت لك عندها شي 10 ديبلومات ولا ازيد من 10 وقيلا 11 على ما كنظن راه هي عندها دوزيامات تبارك الله. المهم هاد السلاله كتهرب على الحمام يعني معروفه بالهريب كما كنقولوا بالدارجه ديالنا كما كنقول لك الاخ جمال راه هي اللي علنت بها في ديك الشاطئ ابيض اللي كانوا طاحوا 5 حمامات حتى هي راه شنبوره تبارك الله وعلناش يعني هذا الحمام تبارك الله ما كيخيبش فرخ والا وغضرب هذا الشيء اللي كاين. وكنبغي نشكر الاخ رضوان اللي تبارك الله هو اللي كيرجع لي الفضل مقابل لينا الحميمات راه ما كاينش معنا هنايا راه ما كيقدرش كيحشم ما بغاش يريح معنا هذا الشيء اللي كاين الاخ جمال. يعني تحيه للسي رضوان اللي كيعاون الفريق الحديوي 100% الاخ رضوان تبارك الله عليه مقابل الحميمات ونابغ هذاك الدري نابغ تبارك الله عليه راسو خفيف وتبارك الله كيخدم مع الحميمات تبارك الله. كنشكرو مره اخرى خويا شكر خاص لهذا الصديق اللي كيعاونك. وباقي شي حمامه اخرى الحديوي ولا اكتفيو؟ نوريكم اخاي جمال مرحبا. سجنه زوينه مصبوغه نقيه هادشي اللي خاص يكون عند المولى الاخوان. شماشه زوينه حتى هي حنا كيتشمش كيصحاح. بالنسبه لهذا الذكر هذا عنده شي هذا كيزقل هذا كان تيوصل الحمام الاخ السلاك هذا كيجي عندي هذا ديما كيجيني من هكا ما كيجينيش من الطراجي ديال الحمام وتبارك الله كنت معول عليه نديكلاري بهذا العام ولكن المهم ماشي مشكل. المهم كيجي من ضمن الاوائل عنده 11 المهم مع ال 15 الاولى راه عنده شي وعنده 11 اسبيجون على ما كنظن في الفيتاس تا هو نفس السلاله ولا كاين شي هذا فيه البيتر مو بيتر 100% بيتر وبوه البورش هو الذكر كبير البورش. بالنسبه للذكر هذا هو الاخ جمال يعني العام الثاني كيبان الا كان شي شنبوره ولا هذاك الشيء فرخ. بالنسبه للخوت ديالو الاخ جمال
الاخ ديالو ضارب خوه ديريكت، ضارب عنده طروازيام، وعن الاخت ديالو اللي من طاجين عندها دوزيام. وهذا الدم هذا تبارك الله راه لعب عند الاخوان كما قلت لك الاخ جمال. هذا المهم هذا بالنسبه لي غير شنبور واحد، والساطع يعلن هاد الاعلانات اللي قلت لك دابا. الاخ جمال عنده شي 3 اعلانات مع 15 الاولى. المهم كيجيني روتور وما عرفتش اش من طراجي كيدير. المهم ما سعفوش الحظ هذا العام، ونتمناو ان شاء الله العام الجاي يكون فيه خير ان شاء الله. داكشي اللي كاين اخويا. ونبغيو الاخ العبد الله يقدم لنا ديك نبذه من ديك الحمامه تبارك الله اللي هيمن بها تبارك الله هذا العام هذا. راه ايوا حتى هو خاصو فيديو ياك اخويا. المهم يعطي كلمه دابا، ومن بعد نديرو فيديو خاص. تبارك الله راه قصر هذا العام هذا، راه ما خلى لينا والو. تبارك الله. هادشي اللي كاين. الحمامه تبارك الله حيح تبارك الله، وتبارك الله راه كيخدم مع الحميمات الاخ عبد اللهوي. نتمناو ليه مسيره موفقه السنه الجايه ان شاء الله. والله يسخر ليه في حمامه والله يسخر ليه في حلاله. يقول شي كلمه دابا خويا على ضروري يقول لنا خويا عبد اللهوي بعدا واحد التعريف بسيط عليه على الحمامه تبارك الله. وشنو الصراحه هاد العام هذا دخلت انا وياه، لان في الاول ما كناش ناويين نلعبوا. منين عطاونا واحد الدري جاب لنا شي حميمات، وكنشكر سلاك وكنشكر الحمار واسعد تبارك الله وبومديان، هما اللي عطوني. مشيت غا جبت الحميمات من عندهم، واحد جوجه اللي فيها بيتر كما قال لي بيتر، وفيها طاطو. هذه نتوما تبارك الله مثلا طاق ديال الفيتاس ما زبلت حتى واحد، ودات راس اسبيجون ديبلومات. و برومي اسبيجون فيتاس. برومي انت اللي ديتيها. ديتها. كنتسالوك فيديو ان شاء الله. وكاينه واحد الحمامه اخرى عطينا نبذه على الحمامه الدبلومات اللي كانت ستارت تعلن ديك الحمامه. راه باش دات الاسبيجون. باش دات الاسبيجون يمكن ما بقاش عاقل. اعلانات شو كاين من تقريبا الاول الدوزيام. في الجمع كان الدوزيام، المطلق الثاني الطروازيام تبارك. كنظن وقيلا المطلق الثالث السادس، المطلق وقيلا الرابع العاشر، وقيلا المطلق الخامس كان وقع لي واحد المشكل. دازت انا واحد ولد الحومه كان تيجي بحال كيجفلها كتحط وكيطير الحمام كيجري عليها. كنظن وقيلا طاحت في شي واش 15 ولا ما بين، المهم ما بين 10 الاولى من 15 ومطلق 20 ومطلق الخامس دات وقيلا شي 10 هي العاشر صافي دات الاسبيجون برومي اسبيجون تبارك واحد بسا. يعني راه ماشي مستاهل بحال هاد الانجازات وباقا صغيره. وحده فيها كنشكر اسعد، وحده جبتها عنده فيها كريس دو باكر مع ديال الحدي والنيش، فيها بيتر حتى هي طاحت العاشر، حتى هي طاحت العاشر عاوتاني في الفيتاس الناس الاخر ما عقلتش. هادو وحده اخرى واقيلا طاحت شي السادسه حتى هي. يعني قصرتي هاد العام مزيان. الحمد لله نشكرك. نتسالوك فيديو اخويا، دير معنا توقيت ونجيو نصوروك ونفرحوا معاك ان شاء الله، ونخليو فيديو توثيقي في المسيره ديالك اخويا الرياضيه ان شاء الله باذن الله. الله يرحم الوالدين. نزيد نهضر على هاد النتوى ديال الاخ عبد اللهوي. هاد النتوى امها النتوى ديالي تزادت عندي، هي بنت فيها البرومي اسبيجو ديال الاخ طاطو العصبه، وفيها الدوزيام سوبر اس ديال العصبه نيت. برومي سوبر اس والدوزيام سوبر اس تقتنيتهم من عند الاخ طاطو. عطيتها الاخ السلاك كهديه، هو ردها لعبد اللهوي، خدا عاوتاني الذكر من عند بيتر ديال السلاك النيت، وبقات دايره غير بيناتنا بحال هكا. سبحان الله العظيم ديكلاراو بها الدراري وقصروا بها مزيان في البيتاج. الدم ديالها الدم فيها البيتر وقيلا فينيسترا والبينيستيفين وقيلا شي حاجه هكاك. بحال كنظن هي الكوبله اللي خديتي من طاطو شي 4 سنوات. 50 فيها 50% ديال الكوبله ديال طاطو، وفيها 50% ديال البيتر ديال الاخ الحديوي، وهما بجوج ديال الاخ السلاك. هما اقتناهم الاخ السلاك، الله يسخر عليه فيهم والله يسخر ليه فيهم. ان شاء الله هذا العام هذا راه يكون حاضر بقوه ان شاء الله. نتمناو ليه مسيره موفقه هذه السنه هذه. ومرحبا بك مره اخرى الاخ جمال، وكنبغيو نشكروك بزاف على هذه البادره اللي كدير، اللي كتفتقدها المدينه ديال تيفلت، اللي تبارك الله اول اعلامي تبارك الله على ما كنظن في المدينه ديال تيفلت. كنشكروك بزاف الاخ جمال، وهذا الشيء اللي كاين الاخ جمال. وصراحه فيديو كان شيق مع الاخوان. وواحد النقطه كنشير ليها كما شرت ليها في الفيديوهات السابقه، هو ان التبادل ديال الحمام ما بين الموالع يعني كيسهل، كيكون منخفض التكلفه، وكيفرح الهوات من سطح الى اخر، وكينشطوا ما بيناتهم
وهذا هو المبتغى والهدف ديال الولاعه، هو النشاط، هو التبادل، هو تعيش واحد الهوايه بواحد المصداقيه وبواحد الشفافيه وبواحد الفرح. خويا الحديوي كنشكرك على الاستضافه، وكلمه اخيره يعني تقدر تقولها كنبغي نشكر جميع المواليه ديال مدينه تيفلت، كلتا الجمعيات. ما حنا الحمد لله ما عندنا مشكل مع حتى شي جمعيه، كنشكروا الجمعيات بجوج، وكنطالبوا ان شاء الله العام الجاي يكون واحد التكتل ويتجمعوا الاخوان ديال مدينه تيفلت ونلعبوا سباقات السرعه ان شاء الله مجموعين، ويكون واحد العام اللي زوين وكلشي ينشط الحمد لله وكلشي يتفرج وكلشي يتولى. هادشي اللي كاين اخويا جمال. ومرحبا بالاخوان، الاخ سلاك والاخ عبد الله والاخ الحيمر، مرحبا بهم وقتاش ما جاو الدار دارهم. اخوان تبارك الله راه بصموا هذا العام هذا. بالنسبه لهذا العام هذا يلاه كما كنقولوا انا والاخ عبد الله يلاه رجعنا هذا العام هذا. ما كناش معولين على هذا كما كنشوفوا هذه السنوات الاخيره تبارك الله النيفو طلع كما كيقولوا، ولكن الحمد لله الا كانت السلاله ما تخيبش، ما عمرك تخيب. هذا الشيء اللي كاين. وكنبغيو نباركوا الاخ الحيمر بطل السباقات الطاويل الممتاز، وكنقول ان شاء الله انا لك، انا راه فرحت واحد الشنيبرات. انا من هنا لقدام راه المسافه كما كتعرف الاخ جمال. انا المسافه كنت كنعشق المسافه، شي حاجه سميتها المسافه منذ الصغر، كنعشق شي حاجه المسافه. راه كنت كنمشي لليسي كنكون قاري وكنعطي غير الدراري لا سميتو باش يخلص يصيفطوا لي الحمامات تبارك الله. كنت كنلعب بالمسافه الطويله مع الاخوان تبارك الله، الاخ علي بوقرطاشه كنت كنلعب معاهم، والحمد لله كنت كنستطيع نعلن معاهم انذاك بعدد قليل. كنت كنصيفط معاهم حمامه وحده وكنديكلاري ولله الحمد. صيفط 3 الحمامات كنديكلاري بهم الحمد لله ب3 في المسافه الطويله، ماشي مطلق ماشي جوج. وكما كتعرف السنوات الاخيره السباقات الطويل والطويل الممتاز عرفات واحد المشاكل اللي ولا ضيع الحمام بزاف. على ما كنظن في واحد السنه في ديال 2018 اللي كان بقى الحمام شي 8 ايام على ما كنظن ولا 7 ايام، كان سباق بكره كارثي، سباق كارثي وضاع لنا فيه حميمات اللي كان صافي افتقدنا الامل. ما قلنا ما بقيناش غنرجعوا للمسافه الطويله، وعاودنا فرخنا داك العام نيت وكانوا عندنا شي حميمات لعبنا بهم العام الثاني اللي عرف عاوتاني واحد السباق على ما كنظن واش العيون السماره ما عرفناش شنو طلقوا، كانوا طلقوا على ما كنظن مع الجوج ديال النهار اللي سباق كارثي هذاك. كنت صيفط لي شي 3 الحمامات ولا 4 الحمامات، كنا بغينا نتولاو وما بغيناش نهربوا من المسافه الطويله، وداروا لنا ديك الطلقه ديال الجوج اللي كانت سباق كارثي بمعنى الكلمه، وما استطاعت تعلن حتى حمامه في مدينه تيفلت. كانت على ما كنظن الذكر ديالي هو اللي كان دخل الاول في مدينه تيفلت على شي 10 ايام ولا ما عرفتش. من بعد صافي قررت باش ما نبقاش نلعب المسافه، التجأت للسباقات السرعه والنص الطويل. وبالنسبه لهاد السنه هذه راه فرغت شي شنيبرات ان شاء الله، واحد 6 شنيبرات ديال المسافه غنحيو بهم الذكرى باش نتولعوا مع الاخ مصطفى الحيمر. والاخ مصطفى الحيمر تبارك الله راه السنين الاخيره راه بصم تبارك الله، لا في الفيدراليه لا في العصبه تبارك الله راه كيضرب ضريبات زوينين. كما عرفتي هذا العام راه ديكلارا تبارك الله في سباق العيون اللي ما كانش من السهل سواء الاول او الثاني، وديكلارا تبارك الله حتى في سباق طنطان مع 8 وطنيين. 8 الاولى تبارك الله كنظن بحمامه شنبوره في توقيت ممتاز. وكنبغيو نباركوا لك انت الاخ جمال تبارك الله عليك، راه هاد السنه يلاه رجعتي انت تبارك الله، راه استطعتي تعلم بداك الذكر حكيمي جوج. الله يسهل عليك فيها اخي جمال، ونتمنوا لك انت مسيره موفقه الاخ جمال. خويا يعني الحديوي كنشكرك على هذا الاطراء وعلى هذا الكلام الجميل في الابطال الحاضرين معنا هنايا كاملين، وعبد الله ويا هو معلق هنايا اش كيدير. الدري بغا تيدق الدري بغا يطلع صافي غنديروا واحد النهايه. وكنشكرك على الكلام اللي قلتي في حقيقه. انا راه باقي تلميذ. مرحبا السي جمال، حتى حنا ان شاء الله داك الشيء اللي كاين بغينا نتنافسوا معك انت تبارك الله. راه اعلان ما كانش من السهل باش ترجع اول سنه تبارك الله وتبصم مع الابطال وفي السباق اللي هو سباق الطويل والطويل الممتاز اللي كيعرف اجواء صحراويه عندنا في المغرب، ومن الصعيب باش ديكلاري في السباقات الطويل والطويل الممتاز. فعلا يعني بلغتي واحد الرساله للمسيرين باش يحاولوا يلقاو لنا واحد البرنامج زوين، خصوصا في شهر 2 3 4 ولا في بدايه 5، ما يبقاوش حتى الاخير ويحطوا الحمام يطلقوا في واحد الجو صعيب. يعني هذه رساله قصيره للمسيرين باش ما يبقاوش نفقدوا الهوة ديال الطويل الممتاز وديال الطويل، لانه ولينا كنفقدوهم وكيرجعوا التخصص ديال الوانداي والسرعه والدمي فون، وحنايا كنموتوا على الطويل وعلى الطويل الممتاز. كنتمنى المسيرين يسمعوا هذه الرسائل اللي كنرسلوا دائما في الفيديوهات ديالنا. هادشي اللي كاين صراحه، فيديو شيق مع اخوان الحديوي
واخا ما كايناش لاباز هنايا تولعنا نشطنا. الدراري قالوا الكلمه ديالهم في الحق ديالو، الدراري اللي باغيين يتنافسوا بالشفافيه والمصداقيه، وعلاش المدينه ان شاء الله مستقبلا ما تجمعش. هادشي اللي كاين. نخليو فيديو قصير يكون خفيف على قلوبكم، اشتركوا معنا، علقوا، شجعونا، وهادشي اللي كاين. الى فيديو اخر القاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.